بون بيسيكلي بقات 28 ساعة وشي دقايق في الوقت ديال التصوير ديال الفيديو باش يبدا كأس العالم بالماتش ديال جنوب افريقيا والمكسيك. النسخة 23 د المونديال هاد المرة بنسخة مبدلة بمنتخبات كتر وبدور اقصائي واحد زايد. وهاد الفيديو هذا وبكوني انا باحث خبير عالم في كؤوس العالم والتاريخ ديالهم، جيت باش نعطي ماستر كلاس ونرتبوا احسن كؤوس العالم في تير ليست كتضم كؤوس العالم جميع النسخ من 1930 الى حتى 2022، من الاوروغواي قطر مرورا بتشيلي بالسويد بمكسيك برازيل الى حتى نوصلوا لكاس العالم الاخر اللي تنظم في قطر. المهم باش بلا ما نزيد الهضره الخاويه يلا نبدا. بون ها حنايا دابا في التير ليست عندنا هنايا المونديالات كاملين 30 حتى قطر 22، مرورا ب 62 تشيلي، 86 المكسيك، 2010 جنوب افريقيا الى اخره. باش غادي نبداو بالترتيب. مونديال 1930 ها هو تنظم في الاوروغواي. الهداف ستابيلي ها هما الفينال بين ارجنتين اوروغواي. الفينال تقدروا تفرجوا له، كاينه في بزاف السيتات كيعاودوا ماتشات قدامين. مونديال اللي اول نسخه ستابيلي كان هو الهداف بثمانية جوال. وحنا عندنا المجموعات كانت كتقسم بلي فاز، حيت المونديال التاريخ ديالو تبدلو بزاف، الفورما انا كيف كيتلعب. هاد المونديال داتو الاوروغواي 4-2 في سنتيناريو في مونتيفيديو. وهاد المونديال غادي نحطو في، ما كاينش بزاف لي دوني. هاد المونديال غنحطوه هنايا في 11 15، كونه النسخه الاولى ما نحطوش هنا. مونديال 1934. مونديال 1934 مونديال اللي تنظم في ايطاليا وشهد على تواجد اول منتخب عربي غيلعب في المونديال. ها هو هنايا اللي هو مصر، اول منتخب عربي غيكون عنده مشاركه في كاس العالم، وغيطير ضد هنغاريا ب4-2 في دور 16. مونديال اللي داتو ايطاليا بالفوز على تشيكوسلوفاكيا في الفينال. تشيك حاليا، ايطاليا كانت دات اول مونديال ديالها. أه حتى هذا المونديال هذا ما كانش ما كانش مزيان ديك الناحيه، ما كانش مزيان بزاف، ما كانش احسن من ديال 38 اللي غادي ندوزو لهم من بعد. هاد الترتيب نقدر نبدلو في الاخر، دابا نعطي غير لو دوني عليهم. بالنسبه لي اليوم ماتشات اللي شفت في هذا المونديال، شفت ماتشات قليلين حيت ما كاينينش الصراحه. كاين غير فينال وكاين هاد ايطاليا اسبانيا هما اللي لقيت تفرجت في هذا الصراحه. هذا لا ما عنديش لي دوني عليه. جوزيبي مياتزا هو اللي ماركا فيه. وفي الفينال في روما ماركا اورسي، بوتش وسكيافيو نشني اسمه ايطاليا، وسالات في اشواط اضافيه. اول فينال غادي تسالى باشواط اضافيه في كاس العالم. هذا المونديال كان خايب نوعا ما، واخا كانت الفورمه الحاليه ماشي اللي غادي تنظم في ميريكان. هي تلعبت لاول مره بدور 16 وما كانتش الفاز الاولى والفاز الثانيه. المونديالات التغيير ديالهم دابا ثلاثه المونديالات كاملين اللي دوزنا عليهم 30 34 38 اللي غادي ندوزو له. 38 اللي كان حسن من 34، وغادي نشوفوا لي دوني ديالو. مونديال ديال 38 اللي تنظم في فرنسا، بطلة ايطاليا كانت اول منتخب، وهما اصلا جوج المنتخبات اللي عاودوا داو كاس العالم جوج مرات، ايطاليا والبرازيل. ايطاليا اللي دات اللقب الثاني ديالها هاد المره كانت فرنسا. هاد المونديال هذا كان قبل من التوقف ديال كؤوس العالم، قبل الحرب العالميه الثانيه. ايطاليا داتو كان نفس الفورما باقي، نفس كل شيء باقي، ولكن من بعد عاد غادي يجي التغيير من مور هاد المونديال اللي غادي نشوفو دابا. هاد المونديال غادي نحطو من 16 ل 22، حيت المونديالات الاولى كانوا باقيين قدامين، كانوا باقي لي فورما قديم. وصلنا للمونديال اللي وقعت فيه واحد المعجزه، معجزه الماراكانا، او ما يسموه بالماراكاناسو، او بزاف د المسميات عندهم. مباراه نهائيه الاوروغواي والبرازيل اللي حضر لها ما يقارب 200 الف مشجع
باش يحضروا الفينال بين اوروغواي وبرازيل، واللي وقع فيها واحد سيناريو تاريخي، سيناريو باقي كيتذكر اجيال على اجيال، وباقي السيناريو ديال كاس العالم مؤلم للجمهور ديال البرازيل. وهنا المونديال كان رجعت نفس نفس النظام ديال الاول. كانوا ثلاثه المجموعات، اربعه المجموعات، والفاز فينال الاوروغواي مع بوليفيا لعبوا غير الي روتور بيناتهم، واخا طبعا فهموني جوج ماتشات بيناتهم، اوروغواي غلبت فيهم كاملين. الفاز فينال كانت كتلعب هيدا جروب كيف ما غادي نشوفوها في مونديالات اخرين، اوروغواي، برازيل، السويد، واسبانيا. فين غادي تبقى المعجزه؟ برازيل في الماتش الاول غلبت 7-1، اوروغواي تعادلت 2-2 مع اسبانيا. اوروغواي الماتش الثاني غلبت 3-2 السويد. برازيل 6-1 اسبانيا. بهذا المجموع ديال ديفيرونس دكوال البرازيل كانت فايته، وبرازيل كان خصها تعادل واحد وتدي كاس العالم في حضور مئات الاف المشجعين في الماراكانا. شنو غيوقع في النهائي؟ البرازيل غادي تماركي الاولى، وفي الشوط الثاني غادي ترجع عليها الاوروغواي وغادي تدي لها كاس العالم. ها هو كاين الدوكيومون دو ويكيبيديا على هذا الماتش. هذا ماتش تاريخي، مونديال تاريخي، اول مونديال مور الحرب. و والسيناريو اللي كان وقع فيه غيخليني نحطوه هنايا. ما كنظنش كاين 10 مونديالات حسن منه. ومشينا دابا المونديال د 54، مونديال اللي غادي تكون فيه معجزه اخرى، اللي غادي تكون فيه سيناريو تاريخي اخر، واللي غادي نشاهدوا فيه على ساندور كوكسيس اللي في ديك الوقت كان هو اكثر لاعب تسجيلا اهداف في نسخه واحده من كاس العالم. ساندور كوكسيس لاعب اللي لعب في بارسا، اسطوره في هنغاريا. وشهدنا في هذا المونديال هذا على واحد المعجزه اللي غادي نشوفوها هنايا في الفينال بين المانيا وهنغاريا. هنغاريا كانت المرشحه باش تدي هاد كاس العالم في معجزه بيرنا. معجزه بيرنا، هي معجزه بيرنا في 54. بلغاريا عفوا هنغاريا لعبت مع المانيا في الدور الاول، غلبات المانيا نتيجه 8-3. ها هي 8-3 غلبت هنغاريا المانيا. هنغاريا غلبت بتسعود في الماتش الاول، ها هو في زيوريخ غلبات بجوج جون بوشكاش، هاتريك ساندور كوكسيس، جولد لانتوس، زيبور وبالوتاس، وغلبت المانيا. مشينا للفاز الثانيه، المنتخبات اللي لعبت ضدهم لعبت ضد البرازيل وغلباتها في ماتش في برنانيت، فين غلبت ب4-2 ساندور كوكسيس ماركا. غلبت الاوروغواي، كانت مرشحه باش دي مونديال، وصلتنا الفينال، ماركت جوغوين في 8 دقائق. المانيا ماركت الاول في 10، ماركت الثاني في 18، والثالث في 84. والمانيا توجت بكاس العالم، اول كاس العالم ديال المانيا في التاريخ ديالها، واللي جا بواحد السيناريو واعر واللي دابا غادي نحطوه هنا. وصلنا المونديال 58، مونديال اللي بان فيه بيلي، مونديال اللي بدل تاريخ الكره نوعا ما. وشفنا فيه في السويد نهائي بين السويد والبرازيل، شفنا فيه واحد نسخة برازيل تاريخية. باقي غادي نشوفو حسن على حسب ما يقال وعلى حسب ما قالوا الناس اللي عاشوا في ديك الوقت، وعلى حساب ايضا ما كنظني انا باقي غنوصل واحد المنتخب، واحد نسخة برازيل اللي بالنسبة لي هي احسن نسخة واحسن فريق لعب هاد الرياضة هادي منذ البداية ديالها بالنسبة لي من الفرق اللي شفناها. مجموعات كانت المانيا، ايرلندا، تشيكوسلوفاكيا، ارجنتينا. ارجنتينا كانت طارت من الدور الاول. فرنسا، يوغوسلافيا، الباراغواي واسكتلندا. السويد، ويلز، هنغاريا والمكسيك. برازيل، اونيون سوفيتيك، انجلترا والنمسا. وصلنا للفاز الثانيه اللي بدات من ربع النهائي، برازيل مع الويلز، جول واحد بيلي. وصلنا نصف النهائي، برازيل غلبت فرنسا، بابا، ديدي وبيلي وجوست فونتين اللي
في هاد كاس العالم ايمور نسخه واحده من بعد كاس العالم اللي ساندور كوكسيس حطم فيها الرقم القياسي ورجع هو الهداف الوحيد اللي ماركا اكبر عدد من الاهداف في نسخه واحده كانت كفيله بان جوست فونتين يفوت ساندور كوكسيس ب 13 جول، رقم قياسي اللي باقي ما وصل له حتى واحد. ونشوفوا هذا المونديال واش لاعبين بحال مبابي هاري كين يمكن يوصلوا له، علما انهم يمكن يواجهوا منتخبات طينه طايحه وماتش زايد بالنسبه للاعبين ديال كاس العالم دابا. الفينال برازيل سويد، شفنا هدف تاريخي بيلي، هدف معروف فين غاي لوبيها وغيضربها وغادي يكون هدف تاريخي، وبرازيل غادي تحصل على اول كاس العالم ديالها ضمن واحد بزاف كؤوس العالم اللي غادي يجيو في الفترات المقبله. زاغالو، بيلي، بابا، 5 جوان البرازيل، 2 السويد، والبرازيل هيدا كتكون بطلة كاس العالم. الكونتكست اللي جا في هذا المونديال واعر، بيلي ملك المونديالات، احسن لاعب في تاريخ مونديالات بدون منازع، وكنظن غادي نحطوه هنايا اولا نحطوه هنا، ما نحطوه في هنايا، ويمكن في الاخر نقلبوا علما اننا غادي نشوفوا بزاف غيجيونا. وصلنا لمونديال 62 تشيلي، مونديال اللي غادي تتوج به البرازيل نيت، ولكن هذا المونديال هذه المره ما كانش بحال المونديالات الاخرين. هذا المونديال ماشي بحال المونديالات الاخرين، كنقصد زعما اللي غادي تدي البرازيل. علاش؟ حيت سيدي في الماتش الثاني ديال المنتخب البرازيلي اللي كان في دور المجموعات ضد هنايا ضد المنتخب تشيكوسلوفاكي، تعادل 0-0 وتضرب بيلي، بمعنى ان البرازيل من بعد ما كانت مرشح الاول كاس العالم صبحت فيها شكوك، مجموعات كانت فيها اونيون سوفيتيك، يوغوسلافيا، اوروغواي، كولومبيا. المجموعه الثانيه المانيا، تشيلي، ايطاليا، سويسرا. المجموعه الثالثه برازيل، تشيكوسلوفاكيا، مكسيك، اسبانيا. المجموعه الرابعه هنغاريا، انجلترا، ارجنتين وبلغاريا. بالنسبه للفاز الثانيه، برازيل تلعب مع انجلترا غادي تغلبها، غادي تلعب مع تشيلي فوسط تشيلي وغادي تغلبها، وغادي توصل باش تلعب فينال ضد تشيكوسلوفاكيا وغادي تغلبها وغادي كاس العالم. المونديال اللي شهد على ان واحد اللاعب هو اللي خدا البرازيل وحمل البرازيل فوق ظهره، اللي هو غارينشا بجوج جوان في دومي فينال، بمساهمه في فينال، وايضا مساهمات اخرى كانت قبل من جوج جوان ضد انجلترا في ربع النهائي. هذا المونديال ما كانش هذا المونديال بعدا للمعلومه ما حد لقيتها هنايا وكانت في بالي نقولها، هذا المونديال هو اكثر مونديال كيشهد على هدافين، يعني 1 2 3 4 5 6 لاعبين ماركاو 4 جوان، اذا اكثر مونديال فيه هدافين في نسخه واحده ب4 جوال. غادي نحطو هنايا ما كانش منتخبات في نسخ واعره، وما كانتش ايضا نسخ واعره ديال نسخه واعره في الفينال ما كانش احسن فينال يمكن يكون تلعب، والبرازيل ربحاتو ماشي بصعوبه اذا جيتي تشوف الماتش، واخا هنا يبان لك انهم ماركاو ثلث ساعه الاخرى جو جوان اللي بقاو. بالنسبه لمونديال 66 مونديال انجلترا الوحيد اللي داتو انجلترا في التاريخ ديالها، فينال ضد المانيا، فينال الوحيد قبل ما يجي ديال 22 اللي تماركا فيه هاتريك في النهائي. مجموعات كانوا هما انجلترا، اوروغواي، مكسيكو، فرنسا، المانيا، ارجنتين، اسبانيا وسويسرا، البرتغال، هنغاريا، برازيل وبلغاريا. وهنا كانت المفاجاه، في حين ان البرتغال اوزيبيو تألقت ووصلت لادوار متقدمه، برازيل بيلي طارت من دور المجموعات وودعت كاس العالم بكري بسيناريو ما توقعوش حتى واحد في البرازيل. ويمكن تشوفوا هذا السيناريو كيفاش تعاشت الوضعيه وكيفاش كانت الوضعيه اصلا في البرازيل كدوله في وقتها. فالدوكيومونتير اللي كاين ديال بيلي بغيتو تعرفوا هادشي كامل، في الجوديسون بارك بيلي تضرب عاود، واوزيبيو دوز المنتخب البرتغالي الدور المقبل وقضى على الاحلام ديال المنتخب البرازيلي. في هذا الوقت الفوز كان كيعطي 2 نقاط في وقتها، باش ما تشوفوش هنا البرازيل غلبت وعندها 2 نقاط، لا كان ما كيعطيش 3 نقاط، كان كيعطي 2. المجموعه الاخرى اللي بقات اونيون سوفيتيك، كوريا، ايطاليا وتشيلي. الدور الثاني انجلترا غلبت الارجنتين، البرتغال وصلت لدومي فينال لعبت مع انجلترا وانجلترا دازت. انجلترا في الفينال
بهدف تاريخي، كره ما دخلتش كامله الشبكه، وجول تحسب لانجلترا. وهذا المونديال كيبقى هو المونديال كيف ما قلت هو الاول اللي تماركا فيه هاتريك في فينال. ماركا هيرست اللي ماركا هاتريك في 18 101 و120، في حين ان هالر وفيبر ماركاون المانيا، وبيترز كان ماركا الجول الثاني ديال انجلترا. ها هي جوف هيرست كي رجع اول لاعب غيماركي هاتريك في فينال كاس العالم. هذا المونديال انجلترا كانوا عندها اساطير، فرق كان واعر، المانيا كانت مزيانه، البرتغال كانت نسخه تاريخيه باوزيبيو اول مره غادي توصل، واحسن مرتبه ديالها في كاس العالم هي المركز الثالث اللي تحقق في 66 في انجلترا. غادي نحطو هنايا حيت باقي وصلنا المكسيك 70، المونديال اللي شفنا فيه افضل كره قدم تلعبت، او لا اذا كانت انا بالنسبه لي افضل كره قدم تلعبت فغادي تكون بالنسبه لوحدين اخرين توب 3 مينيموم، ما كنقبلش النقاش في هذه. فبالنسبه لي هذه هولندا اللي غادي نزيدو نشوفو. وبالنسبه للانديه كندخل الكره اللي تلعبت في، كنهضر او نيفو ديال دوميناسيون برشلونه ديال غوارديولا خصوصا في سنه 2011. بالنسبه للمونديال 70 مكسيك، المونديال الاخراني بيلي، مشاكل في البرازيل، كل شيء بدا في حين ان البرازيل كانوا عندهم مدرب. الدوله ديال البرازيل في الوقت اللي كانت كتعيش ديكتاتوريه دخلت واثرت في المنتخب، تاثروا الاجواء في المنتخب الى حتى جا في المونديال. وشكون غادي يجي وشكون غادي يدخل في البرازيل؟ اللي هو زاغالو غادي يدرب منتخب برازيل. زاغالو غيمشي بمنتخب برازيل اللي لعب احسن كره، وغادي تكون واحد الحاجه ما عمرها ما وقعت لحد الان. جايرزينيو لاعب الوحيد في كؤوس العالم اللي ماركا في ماتشات كاملين، دوني واعر، كنظن يمكن يتعاود. شفنا فيه مباريات كبيره، المجموعه الاولى اونيون سوفيتيك، مكسيك، بلجيكا والسلفادور، ايطاليا، اوروغواي، السويد، برازيل، انجلترا، رومانيا وتشيكوسلوفاكيا. المجموعه الرابعه اول مونديال غيتاهلوا المنتخب مغربي، المانيا، بيرو، بلغاريا والمغرب اللي كان سالا هو الاخر في مجموعه اللي كانت صعيبه، واول تجربه اللي كانت المغرب في كاس العالم في مونديال اللي تلعب في المكسيك. الدور الثاني اونيون سوفيتيك، اوروغواي، برازيل، بيرو، ايطاليا، مكسيك، المانيا وانجلترا. للعلم المانيا انجلترا ماتش تعاود بزاف في كاس العالم، واذا ما خاب ظني فهو الماتش الوحيد اللي تعاود في جميع ادوار كاس العالم من دور 16 الى حتى الفينال. دور 16 كارت فينال تلعب في دومي، وتلعب ايضا في فينال اللي شفناها في 66. ماتشات كانوا تاريخيين في هذا المونديال. هذا الماتش ايطاليا المانيا تسمى بمباراة القرن، فين ايطاليا غلبت 4-3 المانيا في الاشواط الاضافيه. جيرد مولر و شنيلينغر ماركاون المانيا، بونينسينيا، بورنيك وريفا وجاني ريفيرا ماركاو ايطاليا. ها هي بحال اللي قلت بزاف د الناس كيكونسيدراوها مباراة القرن. وصلنا للفينال وغادي نشوفوا فيه واحد دوميناسيون تاريخيه. اذا جينا نرجعوا للماتشات الاولى، فالبرازيل بدات بغلب ضد تشيكوسلوفاكيا، ريفيلينو، بيلي وجيرزينيو. ماتش ثاني ضد انجلترا، جيرزينيو. ماتش ثالث رومانيا، جوج بيلي واحد جيرزينيو. ماتش ثالث ضد بيرو، ريفيلينو، توستاو، وغادي تعاود جيرزينيو، في حين ماركا كوبيلاس احسن لاعب في تاريخ بيرو جول، و غاياردو ماركا ايضا بيرو. بالنسبه للدومي فينال ضد اوروغواي، جيرزينيو، ريفيلينو وكلودوالدو، في حين ماركا كوبيلا الهدف ديال الاوروغواي. وصلنا للفينال برازيل ايطاليا، كانت واحد الدوميناسيون تاريخيه. جولد بيلي هيدر واعر، جيرسون اللاعب اللي ما كان كيغلط حتى شي تمريره ماركا الثاني، جيرزينيو زاد الثالث، والهدف الرابع التاريخي المعروف ديال القائد ديال هذا المنتخب اللي هو كارلوس البرتو. في حين هذا المونديال
شهدنا فيه على حسب كيف ما كنقول لكم والراي ديالي على احسن كره لعبت في التاريخ. وكنظن هذا المونديال غيكون اول مونديال غادي نحطوه هنا، حيتاش الفرق اللي شفنا فيها المانيا كانت واعره، ايطاليا كانت واعره، والبرازيل كانوا واعرين. فاذا يستحق يكون في 1-5. ندوزو المونديال 74 اللي شفنا فيه واحد النسخه تاريخيه كاس العالم، اللي شفنا فيه واحد النسخه تاريخيه واحد المنتخب اللي هو هولندا. المانيا لعباتو في بلادها، والمانيا داتو في فينال ضد هولندا. مجموعات سيدي كانوا هما المانيا، جوج المانيا في مجموعه قبل ما ملي كانت المانيا مقسمه. تشيلي واستراليا، الماتش الاول بريتنر ماركا، الماتش الثاني اوفرات كولمان وغيرد ميولر. طبعا المانيا فيدرال هي اللي كانت بطلة العالم في وقت. الماتش الثالث استراليا تشيلي، والديربي المانيا ربحات، والمانيا فيدرال بطلة العالم هي اللي خسرت. جروب الثاني يوغوسلافيا، برازيل، اسكتلندا وزايري تبدل الاسم ديالها، رجعت هي زامبيا دابا اذا ما خاب ظني. برازيل الماتش الاول تعادلت، الماتش الثاني تعادلت، الماتش الثالث غلبت جيرزينيو ريفيلينو وفالدوميرو. جروب الثالث هولندا، السويد، بلغاريا والاوروغواي. هولندا ديوهان كرويف بدات بغلب على الاوروغواي بريب، تعادل ضد السويد 4-1 ضد بلغاريا، جوهانيس كينز دوبلي، دي يونغ و ريب كيماركي عاوتاني باش هولندا تدوز من الدور المقبل. بينما الجروب الرابع بولونيا، ارجنتين، ايطاليا وهايتي. هايتي اللي غادي تماركي فقط اول جول ديالها في كاس العالم غادي ماركي اسطوره هايتي سانون. ايطاليا جاني ريفيرا، بانيتي. المهم ما داوش كاس العالم، اذا حنا كنركزوا دابا غير في البطل. دوزيام فاز كانوا فيها جوج المجموعات، هولندا، برازيل، المانيا والارجنتين. المانيا، بولونيا، السويد ويوغوسلافيا. المانيا دازت، هولندا دازت، برازيل دازت وبولونيا دازت باش نمشيو دومي فينال. فين غادي تلعب فيه؟ شكون غادي تلعب فينال؟ بعدا كان هولندا والمانيا، والفينال والدومي فينال هنايا هادشي ترون. برازيل بولونيا هنا كان التصنيف، والفينال ها هو فينال تاريخي. بدات هولندا رابحه بنيسكنز في دقيقه جوج، بول بريتنر كيماركي في دقيقه 25، وغيرد ميولر كيزيد الهدف الثاني عفوا. وبذلك كيعطي كاس العالم المنتخب ديال المانيا. منتخب هولندا اول فينال غيوصله، واحد الفينال اللي كانت فيها جوج منتخبات كبارين. غادي نحطها هنايا، شفنا فيها كره صعيب تعاود ديال المنتخب الهولندي، كره شامله اللي بدات في هذا المونديال. الارجنتين 78 اول نجمه، فين هي اول نجمه ديال المنتخب الارجنتيني بقياده خورخي كيمبيس اللي في بلادو غيجيب الكاس. كانوا وقعوا بزاف د ماتشات غرابين فيه، كانت في وقتها كان النظام باقي مرون في الارجنتين، وكاين بزاف الشكوك في الدوزيام فاز اللي غادي نشوفوها دابا في واحد الماتش بدايه. باش ندوزو على الارجنتين دغيا، عندك اسيدي هنغاريا الماتش الاول تربح لوكي وبرتوني، الماتش الثاني باساريلا ولوكي، الماتش الثالث خساره مع ايطاليا نقول بيتيغا. ولكن هادشي ما منعش ارجنتينا تدوز. مشيو مجموعات اخرين كانت فيهم بولونيا، المانيا، تونس والمكسيك، النمسا، برازيل، اسبانيا والسويد، بيرو، هولندا، اسكتلندا وايران. خليكم مع بيرو حتى هي اللي غتكون مرتبطه بها القصه اللي قلت لكم. دوزيام فاز هولندا، ايطاليا، المانيا والنمسا، ارجنتين، برازيل، بولونيا وبيرو. بيرو الماتش الاول خسرت 3-0، ارجنتين غلبت بولونيا، ارجنتين تعادلت مع برازيل، بولونيا غلبت بيرو، برازيل غلبت بولونيا، وارجنتين هنا في هذا الماتش هذا فين كاينين بزاف الشكوك حول ان النظام تدخل
مع في الشوط الثاني، حيتاش ارجنتين كانت تربح ب 4-0 مينيموم باش دوز. و بيرو هنايا زادوا بزاف التصاريح خرجوا من لاعبين بيرو انهم كان واحد شونطاج، وكان واحد التلاعب في ديك المقابله. وصلنا لما هو دومي فينال. ارجنتين غلبت ايطاليا، برازيل خسرت مع هولندا، ارجنتين اللي تماركا عليها الجول الاول، هو هذاك عفوا اللي ماركات الجول الاول، تعادلت. موراها كان تير جا في بوطو ديال هولندا، اللي لولاه فكانت هولندا تكون بطلة العالم لأول مرة. وسط أشواط إضافية، كيمبيس كيزيد، بيرتوني كيحسم مقابلة، وأرجنتينا كتولي ثاني بلد كيدي كأس العالم بلا ما يخسر حتى مقابلة. وماريو ألبرتو كيمبيس كيرجع هو الهداف ديال هذا المونديال. وبذلك هذا المونديال ما كانش احسن حاجه، الفرق كانت بقى ما كانش احسن نسخ. غادي نحطو هنايا يمكن يكون اخر واحد، وكنظن غادي ننزل هذا، ننزل المونديالات الاولى الصراحه حيت كانوا مرونين. وصلنا لايطاليا، وصلنا لاسبانيا 82، مونديال اللي داتو ايطاليا بقياده باولو روسي. باولو روسي اللي كان خرج من الحبس، كانت عنده سيناريو واعر لايطاليا ديال دينوزوف حققت فيه المونديال. اسبانيا الفينال اللي تلعب في سانتياغو برنابيو، اول مونديال اللي تلعب في اسبانيا. وصلنا المجموعات. المجموعه الاولى بولونيا ايطاليا كاميرون بيرو. ايطاليا بدات بتعادل، الماتش الثاني تاهو بتعادل، ودازت بثلاثه ديال التعادلات في دور المجموعات. المجموعه الثانيه المانيا النمسا الجزائر تشيلي. المجموعه الثالثه بلجيكا ارجنتينا هنغاريا والسلفادور. المجموعه الرابعه انجلترا فرنسا تشيكوسلوفاكيا والكويت اللي شاركت في اول مونديال ديالها. جروب اللي غادي يبقى اللي هو الجروب الخامس فيه ايرلندا اسبانيا يوغوسلافيا وهندوراس. جروب السادس وهو الاخير برازيل اونيون سوفيتيك اسكتلندا ونيوزيلندا. مشينا من الدوزيام فاز، بولونيا اونيون سوفيتيك بلجيكا. المجموعه الثانيه المانيا انجلترا اسبانيا، اسبانيا اللي غاتطير في بلادها. المجموعه السي اللي كانت تاريخيه وشهدنا على اول مشاركه ديال مارادونا في الدوزيام فاز، اول مونديال ديال مارادونا للمعلومه. مارادونا اللي غادي نوصلوا للمونديال اللي هو مونديال ديال مارادونا. وبحكم انني كنشجع المنتخب الارجنتيني في هذا المونديال الاخر اللي ما يجيو المونديالات اللي باقيين غنعطيكم عليهم دي دوني كثار، اذا ما باقي غير تبقاو هنا. فرنسا النمسا ايرلندا، جروب مجموعه في فاز دي. خسرت ايطاليا غلبت ارجنتين، برازيل غلبت ارجنتين، وبرازيل خسرت مع ايطاليا باش تدوز ايطاليا. هذه المباراه كانت مباراه كبيره بين منتخب اللي يقال عنه انه اكثر منتخب استحق يدي كاس العالم وما داهش، اللي هو برازيل 82 بقياده زيكو فالكاو سقراطيس الى اخره. وصلنا للدومي فينال، ايطاليا غلبت بولونيا، المانيا غلبت فرنسا، بولونيا تحصلت على المركز الثالث. وفي سانتياغو برنابيو ايطاليا كتغلب المانيا فيدرال بجول باولو روسي، جول تارديلي وجول التوبيلي. ايطاليا كتولي هي بطلة العالم لثالث مرة، وكتعدل المنتخب البرازيلي في كأس العالم والألقاب اللي عنده. هذا المونديال غادي نحطه هنايا. وصلنا المونديال 86 اللي ما كنشوفش شي مونديالات كاينين بزاف احسن منه. هنايا اصلا هادشي كامل انا باقي كنشوف ثلاثه المونديالات عندهم مركز بين 1 و5، وباقي كنشوف وحدين اخرين اللي غادي نهضروا عليهم. 86 مكسيك، مونديال د مارادونا، مونديال اللي كان واعر، دومي فينال اسطوري بين بلجيكا وارجنتين، كارت فينال اسطوري بمعنى تاريخي ديال انجلترا وارجنتينا. مجموعات اسيدي بداو بارجنتين ايطاليا بلغاريا وكوريا. جروب بي مكسيك باراغواي بلجيكا العراق. جروب سي اونيون سوفيتيك فرنسا هنغاريا وكندا. برازيل اسبانيا ايرلندا والجزائر. هنا فرنسا كان عندها جيل تاريخي، الجيل اللي دا الاورو اللي كان قبل
بابان ببلاتيني الى اخره. وايضا دنمارك، المانيا، اوروغواي، اسكتلندا، ومغرب، انجلترا، بولونيا، وبرتغال. طبعا حنا كنهضروا وسمعنا بزاف كيعاودوا لنا على الجيل 86، الجيل اللي عمل انجاز تاريخي في وقتها وحصل على المركز الاول وتاهل لاول مره. غادي يكون المغرب غيدوز دوزيام فاز اللي رجعت فيها الفاز ديال دور الثمن، كار، دومي وفينال، اللي ارجنتينا غلبت فيه اوروغواي، غلبت فيه انجلترا، غلبت فيه بلجيكا، غلبت فيه المانيا، ودات كاس العالم. ارجنتينا اللي هنايا غلبت بجوج مارادونا، حنا نشوفوه، غلبت بجوج مارادونا في دومي فينال، جوج مارادونا في ضد انجلترا. هنايا ايضا باسكولي ماركا، وهنا ماركا مارادونا جول ما فيه والو ولكن تحسب فالطه. وصلنا للفينال اللي تغلبات 3-2، فينال اللي غادي تعاود في وقت لاحق. ماركا براون، بالدانو، وبوروتشاغا، بينما المانيا ماركالا رومينيغي ورودي فولر. وارجنتينا كتدي اللقب الثاني ديالها في كاس العالم مونديال، اللي بالنسبه لي اللي غيكون هنايا فرق كانت واعره. اذا جيتي تشوف مجموعات، غير مجموعه المغرب كانت واعره، المجموعه ديال البرازيل كانت واعره، جيل تاريخي فرنسا، اول مره فرنسا يكون عندها جيل تاريخي. بلجيكا كانت قاصحه. ارجنتين بطله العالم مارادونا اللي تلعبت مع ايطاليا في دور المجموعات. اذا كنا بدينا ديريكت بماتشات واعرين، وما شهدنا فعلا نسخه لعب تاريخيه. ايطاليا 90، ايطاليا 90 البطل المانيا، فينال تعاودت المانيا، المانيا ارجنتينا. شدنا على واحد الظهور افريقي ثاني على التوالي اكثر من رائع ديال الكاميرون اللي غلبت ارجنتينا. بروميير فاز ايطاليا، تشيكوسلوفاكيا، النمسا وامريكان. ايطاليا كتغلب جوج ماتشات، الاولى بواحد 0، سكيلاتشي اللي كان الهداف المونديال، جياني ماركا في الماتش الثاني. وماتش الثالث ضد تشيكوسلوفاكيا رجع ماركا فيه سكيلاتشي، وماركا فيه اللاعب روبرتو باجيو اللي باقي غادي يجي كاس العالم ديالو بوحدو، وديال حتى شي واحد اخر من غيره. كاميرون غلبت ارجنتينا في باريو الاول، ارجنتينا رجعت تغلب في باريو الثاني ببوروتشاغا اللي ماركا، وايضا تروغليو. وفي ماتش ثالث ارجنتينا مونسون كتجيب تعادل وكدوز بثلاثه نقاط معقده، جوج نقاط هنايا ونقطه ديال التعادل. برازيل، كوستاريكا، اسكتلندا والسويد، المانيا، يوغوسلافيا، كولومبيا والامارات، اسبانيا، بلجيكا، اوروغواي، انجلترا، ايرلندا، هولندا ومصر. كنوصلوا دوزيام فاس اللي هي اليميناتورياس، برازيل، ارجنتين، برازيل، ارجنتينا، يوغوسلافيا، ارجنتينا، ايطاليا، وارجنتينا، المانيا. هاد الماتش هذا اللي تسالى بواحد ركله جزاء ما فيها والو ماركاها بريمير في الدقيقه 85. دومي فينال كانيجيا وسكيلاتشي ببينالتيز كنسالا. ماتش هدنا فيه واحد اللقطه تاريخيه فين كان كيتم تصفير على النشيد الوطني الارجنتينا في نابولي نيت، في بلاد مارادونا، في الارض اللي لعب فيها مارادونا. وكانت لقطه ديال مارادونا تاريخيه في وقت. رجعنا هاد المونديال شدنا فيه نسخه تاريخيه بزاف د اللعابه، غادي نحطو هنايا، مونديال 94. 94 كان مونديال واعر نوعا ما، واخا كنظن انني غالبا غادي نطلع ايطاليا 90 ويمكن نجيب هذا هنايا من بعد. المهم ديك الساعه حنا غنشوف. مونديال 94 رومانيا، سويسرا، ميريكان وكولومبيا. المونديال اللي داتو البرازيل لعبت في المجموعه الثانيه ضد السويد، روسيا والكاميرون. الماتش الاول غلبت روسيا بروماريو راي، في الماتش الثاني غلبت كاميرون بروماريو، مارسيو سانتوس وبيبيتو. الماتش الثالث تعادلت مع السويد بروماريو وماركان السويد اندرسون. بينما في المجموعه السي المانيا، اسبانيا، كوريا وبوليفيا، نيجيريا، بلغاريا، ارجنتينا واليونان. هذا المونديال اللي كان خرج فيه مارادونا بالمنشطات اللي كان طلع عليه الفحص بوزيتيف المنشطات، كنا شفنا واحد الصوره كانت تاريخيه ديال مارادونا خارج. وايضا كان ماركا فيه الهدف الاخر ديالو في كأس العالم، ها هو اللي ماركاه ضد المنتخب اليوناني.
وباتيستوتا اللي كان ماركا ديجا هاتريك وبدا كيبان على الساحه واحد من بين افضل المهاجمين في التاريخ. ماتش جروب هذاك مكسيك ايرلندا ايطاليا النرويج. اف هولندا السعوديه بلجيكا ومغرب لثلاث خسائر. بلجيكا كانت قويه في وقتها، بلجيكا كان عندها جيل كيعتمد على الفيزيك بزاف، كانوا قويين فيزيكمون، وكان منتخب صعيب طيح به. وصلنا الفاز فينال، بلغاريا اللي ضربت دومي فينال، بلغاريا بقياده ريستو ستويشكوف بالون دور، لاعب اسطوري. و مونديال تاريخي بلغاريا، احسن مونديال في تاريخ بلغاريا هو 94 امريكا. برازيل ايطاليا فينال. نقول لكم حاجه واحده في هذا الفينال، الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لكم على هذا الفينال ها هي الصوره حداكم وانتم غادي تحكموا، وراه باين اللي باين هذا المونديال هذه الصوره الابرز فيه باجيو اللي ضيع بينالتي، وبدوره ايطاليا خرجت خاسره ديك الفينال. نرجعوا الان باش نحطوه في تقييم، غادي نحطوه هنايا. مونديال 94 كان مزيان. وصلنا ل 2002 فرق ضعيفه، واخا هنا كيبان لي كاس العالم ديال 98 ما كاينش في التير ليست، خطا. اذا كاس العالم ديال 98 كان يكون هو الاولاني هنايا. نعملوا له حنايا واحد المراجعه خفيفه. كاس العالم 98 عندك اسيدي مجموعات تاريخيه: برازيل، النرويج، المغرب، واسكتلندا، فين كان بزاف الهضره حول ان كانت وقعت شي حاجه باش برازيل خلات النرويج تغلب باش المغرب ما يدوش شي بزاف. عاودوها لنا في الجيل القديم، ماشي قديم بزاف، حق مهم. ايطاليا، تشيلي، النمسا وكاميرون. فرنسا البطله، دنمارك، جنوب افريقيا والسعوديه. نيجيريا، باراغواي، اسبانيا، بلغاريا، هولندا، مكسيك، بلجيكا، كوريا، المانيا، يوغوسلافيا، ايران، ميريكان، رومانيا، انجلترا، كولومبيا وتونس. هاد انجلترا وتونس كنا شفنا الماتش تعاود في 2018. جروب اش، ارجنتين، كرواتيا، جامايكا والجابون. كان باتيستوتا ماركا هاتريك على جامايكا هنايا في البارك دي برانس في فرنسا. فرنسا اللي كان عندها واحد الطريق صعيبه نوعا ما في منتخبات قاصحين. بطلة العالم ايطاليا اللي تسالت بركلة الترجيح، ضيع فرنسا ليزارازو، في ايطاليا ضيع البرتيني ودي بياجيو. في نفس الوقت دازت دومي فينال، غلبت كرواتيا تسوكر، اللي كرواتيا كانت عملت احسن مونديال في تاريخها الى حد ديك الساعه. فينال دوبليت زيدان، وقلت ايمانويل بوتي في الاخر. وواحد الحاجه، اول مره وكنظن شي ترجع توقع مغربي هو اللي كان يدير مباراة في الفينال. الحكم سعيد بن القولة هو اللي كان الحكم تاع المونديال. نقولوا ان برازيل فرنسا 98 كاين، ففرنسا 98 غيدوز ديريكتومون هنايا، وغادي يكون الاولى الثاني هنايا مور 74 بالنسبه لي. مونديال 2002 منتخبات ضعيفه، دومي فينال ضعيف، غادي ندوزو ديريكتومون هنا. وقعوا بزاف ديال التحكيم كان خايب فيه. المونديال ما كانش ممتع الى ديك الدرجه. بلا ما ندوزو داتو برازيل جيل تاريخي بمباريات تاريخيه بحال برازيل انجلترا اللي ماركا فيه رونالدينيو، برازيل المانيا الفينال باخطاء ديال اوليفر كان. اذا ولكن التحكيم خصوصا داكشي اللي وقع في ماتشات ديال ايطاليا مع كوريا واسبانيا مع كوريا، فكيبقى مونديال نوعا ما ضعيف، وما كانش بالنسبه للمونديالات اللي دازو واعر. 2006 ديريكتومون هنا مونديال اللي شفنا فيه حاجات تاريخيين. شفنا اول مونديال ميسي، اول مونديال كريستيانو، اخر مونديال زيدان، رونالدينيو، رونالدو، الى اخره. بزاف د اللعابه، ريكيلمي، وايضا لعابه اخرين. المونديال اللي داتو ايطاليا فينا ضد فرنسا، لقطه تاريخيه، لقطه نطحه زيدان الماتيراتزي. والدومي فينال بين ايطاليا والمانيا بالاهداف اللي جات في اخر دقيقه. والهدف الثاني اللي هو هدف مدرسه في الهجمات المرتده، وبرتغال ديال كريستيانو اللي كانت خسرت في الاليانز ارينا مع فرنسا زيدان، وتحصلت على المركز الرابع من بعد ما خسرت ايضا في
المباريات ديال تحديد المركز الثالث والرابع. كريستيانو اللي كان عنده ماتش تاريخي بالنسبه لي، ماتش اثر في القصه ديالو كلاعب، اللي هو ماتش ضد انجلترا، الماتش اللي دازت فيه سيدي المنتخب البرتغالي الى الدومي فينال. اذا نحط 2006 هنايا، لاعبين تاريخيين، جيل تاريخي، نهائي تاريخي، ومونديال عالمي. جنوب افريقيا 2010، اذا شفنا البطل فالبطل كان اسبانيا، كيلعب كره مزيونه اذا جيتي تشوف، ولكن واحد من بين اكثر المنتخبات اللي بالنسبه لي كانت منفوخه اعلاميا بالنسبه لي، وغنشوفوا النتائج ديالها. اندوزو ديريكت جروبات، مكسيك جنوب افريقيا كانت ديبي بحال يكون هذا العام، ارجنتينا، كوريا، اليونان ونيجيريا، ماركا ايغواين وهينز، ماركا باليرمو ايضا، ايغواين كان ماركا هاتريك، غادي نشوفوا الجول لاي ماركاه باليرمو هنا ضد اليونان. الجزائر، انجلترا، سلوفينيا وميريكان، المانيا، غانا، استراليا، صربيا، هولندا، جابون، دنمارك، كاميرون، باراغواي، سلوفاكيا، نيوزيلندا وايطاليا. اللي هنا كانت بدات ديك اللعنه ديال كانت ديجا باديه من 98 فين فرنسا طارت بدور المجموعات. ايطاليا اخر دور 16 لعباتو في كؤوس العالم 2006. هذا اللي كيهضر معكم كان باقي ما كاينش اي 20 عام، وغادي نوصلنا 24 عام وايطاليا تكون باقا ما لعبت دور 16. ايطاليا كتعاني من درجه لا يمكن وصفها. اسبانيا اللي في مونديال كامل ماركت 8 جوال، ضد هندوراس جوج، ضد تشيلي جوج، ووصلت كتغلب 1-0 1-0 1-0 1-0. كانوا ماتشات تاريخيين. اوروغواي غانا كان ماتش تاريخي. نعقل هذا برازيل كانت ماركات في بدو وديريكتومون رجعوا لها في واحد الوقت بسيط. ها هو 53 68 كانوا صافي، ماشي وقت طويل باش يرجعوا. كان ماركا روبينيو. هذا ماتش تاريخي مانو سواريز. ارجنتينا المانيا كانت فاجعه عن ارجنتينا، وباراغواي جولد فيا وبينالتي اللي باراه كاسياس. فينال هنايا جول شهر فان بروك هوست. مونديال ديال فورلان، والنهائي كان تغلب ب1-0. غادي نحطو هنايا وصلنا للمونديال مونديالي. مع الاسف ما تربحش في الفينال، ولكن ديريكتومون غندوز من هنا، ما يحتاجش بزاف الشرح. مونديال تاريخي، لاعبين كاملين في البرايم ديالو، ميسي، كريستيانو، نيمار، بزاف د لاعبين كبارين شوفنا. اجواء اخر مونديال غادي نشوفوه مونديال كبير في بلد كره قدم بالنسبه لي، هذا رايي وغادي نحتفظ به دائما. اخر مونديال تلعب في بلد كره قدم هو برازيل 2014، مونديال اللي بالنسبه للجيل ديالي كان واحد النقطه تحوليه في الطفوله ديالنا وداكشي اللي عشناه. اسيدي عليك روسيا، كنظن باقي غنزيد نهبط شي حاجه لتحت. واحد من خمسة كنظن غادي تهبط. ايطاليا 90. هنايا نقولوا كاينه سيدي فرنسا 98. روسيا بالنسبه لي اللي غيكون احسن واحد ضمن السيئين بالنسبه لي. ماشي فان دروسيا، بتاتا. علاش؟ دومي فينال ضعيف، بطل كان واضح من دومي فينال، ما شفناش شي ماتشات كبارين بزاف. انا كيعجبني الصراحه، كيعجبني مونديالات بفراقي كبارين. هما شفنا اوروغواي فرنسا، برازيل بلجيكا، روسيا كرواتيا ماتش ماشي د مونديال، سويد انجلترا ماتش ماشي د مونديال. وهنايا كتبقى واحد الحاجه، هو ان البرتغال كون كانت دازت الاولى فكنظن البرتغال كانت تقدر تصفي حتى الفينال بديك الجيل اللي كان عندها جيل مزيان، بطل اوروبا. كان اسبانيا طارت من بدو دومي فينال ماشي في مستوى، وواحد النهائي اللي ماشي متقارب، اللي من مده ما شفنا نهائي ماشي متقارب، او على اكثر نهائي ماشي متقارب غادي نشوفوه من ناحيه المستوى. النهائي كان معروف شكون يربحو قبل ما تبدا المباراه. غادي نحطو بالنسبه لي هنايا مع ماشي فان دروسيا. وصلنا لقطر. قطر غادي نحطو هنايا. دومي فينالات ما كانت واضحه اذا جيتي تشوف، صعيب. منتخبات بحال فرنسا وارجنتينا كانوا واضحين. فيه احسن نهائي، فيه نهائي تاريخي. مونديال اللي بالنسبه لي
قريب بزاف، ها هي النجمه ديالو. و كان مونديال كبير بزاف المنتخبات، مونديال تاريخي المغرب، رجع مونديال تاريخي كرواتيا ايضا. ماتشات شويه صعيبه بحال هاد ارجنتينا استراليا، اللي ارجنتينا كانت غالبه بجوج، وفي نقطه كانت يمكن استراليا ترجع، ولكن حيد الفينال. المهم غيبقى بالنسبه لي قطر. غنحطو قطر هنايا وننزلو 94، وبقى خصني ننزل شي واحد اخر. أه... غننزل ديال 78. عارف بزاف، ما يتفقوش معايا في هذا روسيا، ولكن هذا الراي ديالي. وكنظن المونديال د هذا العام صعيب يفوت الخمسه الاولى اللي قلت، علما ان هذا المنتخب تاريخي. 86 كان تاريخي، 2006 افضل اجيال كامله تلاقات باش تلعب مونديال واحد، خرجت به المانيا رابحه. هادشي اللي كان اليوم، فيديو طويل، فيديو ديال انك تجيب شي حاجه تاخذ معلومات على كؤوس العالم قبل ما يبداو. هادشي اللي كان في هذا الفيديو. كنتمناو كنتمناو هنايا تزاد شي نجمه، واي نوت. و هادشي اللي كان. نتلاقاو فيديو ما جي. غدا كاس العالم، غدا المونديال. تهلاو، ليتس انجوي، تشاو تشاو.